هتاخد الكرتونة أو البطاقة بتاعتك وتكون البطاقة سارية، وتصور السيريال نمبر اللي على العلبة بتاعت الكرتونة وبطاقتك صورة، وتطلع على مركز الشرطة اللي انت تابع ليه، وتطلع على وحدة المباحث وتحرر محضر سرقة ضد مجهول. واهم حاجة ان انت تعمل محضر سرقة مش محضر فقد، وبعدين تاخد رقم المحضر وتتصل على المحامي بتاعك. المحامي هيعمل حاجة اسمها طلب تتبع علشان يوصل للسارق بتاع التليفون دوت، وبيتابع مع مباحث الاتصالات والإنترنت في مديرية الأمن. بمجرد ما بيحط السارق خط جديد في التليفون دوت، بيتجاب كل بيانات صاحب الخط ورقمه قومي واسمه وساكن فين، وبيتواصلوا معاه وبيبلغوه إن التليفون دوت مسروق ولازم تسلمه لصاحبه في مدة أو مهلة معينة. طيب افترضنا إن اللي خد التليفون دوت مش عاوز يرجعه، ساعتها المحامي بيروح جاي عامل تظلم وفاتح المحضر من الحفظ، وبيطلب ان هو يجيب بيانات الشخص اللي سرق التليفون دوت عن طريق مباحث الاتصالات والإنترنت، وبيجيبوا بالفعل بيانات الشخص دوت ويحطوا اسمه في المحضر بتاع السرقة اللي كان محفوظ، وبينزل قدام المحكمة وبياخد حكم غيابي بالحبس. ساعتها المحامي بياخد صورة رسمية من الحكم ويطلع على الدايرة اللي هو مقيم فيها أو اللي فيها محل إقامته، وبيسلم لرئيس المباحث وبتوع التنفيذ في المركز هناك صورة رسمية من الحكم علشان ينفذوا عليه. وبمجرد ما بينفذوا عليه هتلاقي أهله بيتواصلوا معاك علشان يحلوا الموضوع ده، وتاخد تليفونك أو المقابل المادي بتاع تليفونك وتاخد حقك، وساعتها يبقى أنت ضمنت حقك ورجعت الحاجة اللي اتسرقت منك بشكل سليم وقانوني ومضمون 100%. الموضوع ممكن ياخد شوية وقت وشوية مصاريف، ولكن في النهاية لما ترجع لك حاجتك هتحس ان الموضوع كان فعلا يستحق. ومش محتاج طبعا اقول لك في الموضوع ده من بدايته لنهايته انت محتاج محامي.